السلام عليكم عشاق وجماهير الأهلي السعودي، معكم أخوكم إياد. يا شباب أنا أخرت اليوم الفيديو، قاصد بصراحة لحتى شوف مؤتمر بوسيتش. لما خلص المؤتمر أخذت بعض التصريحات اللي حكى فيها، النقاط المهمة فقط، وحبيت أتناقش فيها أنا وياكم لأنه في كم شغلة حكاهم بصراحة مستفزين جدا. حبيت أحكي فيهم أنا وياكم سوا. رح نفوت دغري على الحلقة، بس قبل ما نبلش لو سمحت إذا مالك مشترك بالقناة يا ريت تشترك لو سمحت، ولا تنسى لي دعمك باللايك. يلا على التفاصيل يا شباب، بسم الله. بوسيتش يعني هو عمل حاله انه حابب هيك يتزاكى شوي على العالم، يعني هو صح مدرب وله قيمته وكذا، ولازم نحن نحترم كلامه ونحترم آراءه، ولكن في شغلات احيانا حكاها بالمؤتمر بصراحة مستفزة شوي يعني بالكلام. مثال، هلا اول شيء رح نحكي بالسؤال الاول اللي انا بدي احكي فيه. هو سأل الاعلام: هل من الممكن تحدثوني عن ردة فعلكم عند تعاقد الأهلي مع تانغانا؟ قاموا جاوبوا الإعلاميين: كنا سعداء. قام رجع قال لهم للصحفيين: لا أعتقد ذلك. طيب هلا هو شو الغاية؟ شو الغاية إنه عم يحكي هذا التصريح؟ الغاية طبعا معروفة، واللي عم يتابع أكيد بيعرف شو القصد. هو قصده لما شاف الانتقادات الكبيرة جدا على التعاقد مع ارتيم، هذا مدري شو اسمه، ارتيم الاوكراني، انه انتم شلون حاطين ببالكم انه ارتيم لاعب سيء، ما انتم اول ما اجى اتانغانا ما كنتوا بتعرفوا عنه شيء، فهلا انتم شلون حكمتوا على ارتيم انه لاعب سيء؟ وهي نقطة على فكرة يعني مستفزة لبعض الجماهير، انه الجمهور الاهلاوي بيحب اتانغانا كثير. ما المشكلة انه ما عرف يحط براسه الا اتانغانا، يعني ما ترك كل لاعبين الدنيا اجى على اتانغانا. اتانغانا محبوب الاهلي، يا حبيبي انت وين فايت؟ هلا القصة كفكرة يا شباب انه ممكن اتانغانا اذا ما كان معروف، فالنتين اتانغانا ما كان معروف، اجى تألق مع الاهلي. بس لا تنسوا يا شباب، اتانغانا تألق مع الاهلي لانه عنده قدامه كيسيه، فرانك كيسيه موجود جنبه. فرانك كيسيه موجود جنبه حاليا. اتانغانا اللعبتين اللي لعبوها الاهلي اذا لاحظتوا تمام، مو اتانغانا الموسم الماضي، مو هو نهائيا. كيسيه كان كتير 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 عامل ثنائي رائع هو وياه. هي كمان نقطة كتير مهمة لازم نحن نوقف عندها يا شباب. الصحفيين سألوه: وين لاعب المحور تبعك؟ شو وضع المحور اللي عندك؟ قال لهم: في عنا اتانغانا، لدينا محور مميز وهو اتانغانا، يملك امكانيات كبيرة، وليس لانه لم يكن اسم كبير قبل قدومه او لم يأتي من ناد كبير نقلل منه، فهو يملك امكانيات كبيرة ويجب دعمه. يعني لمح للمرة الثانية على التوالي انه انتو المرة الماضية لما اجى اتانغانا ما كان لاعب كبير، وانتم ما جبتوه من لاعب كبير، ما جبتوه من نادي كبير، فلذلك انتم شلون حكمتوا عليه؟ كيف حكمتوا عليه؟ نفس التلميحة بالسؤال الاول اللي حكيته قبل شوي، يعني عم بيقول انتم شلون عم تحكموا على اللاعب ارتين ولسه انتم ما شفتوه شو ممكن يعمل ملعب؟ شو يعني انتم ما شفتوه؟ بس هلا انا عم بسالك يا كابتن بوسيتش، انت جايب لاعب رقم 10 ولا لاعب محور؟ نحن سالناك، يعني الصحفي سالك عن لاعب محور، ما سالك عن لاعب رقم 10، سالك عن لاعب محور. اذا لعبان 24% بحياته مركز المحور، ما معناته هذا لاعب، يعني انت لاعب محور. بدنا لاعب محور لهي اللحظة، لازم لاعب محور. يعني بهذا السؤال وهذا الجواب بالذات يا كابتن بوسيتش انت سقطت. وعن الحالة الفنية وعن طريقة اللعب حكى بوسيتش: أفضل اللعب العمودي والبناء من الخلف، وبالحالة الدفاعية نتشابه أنا ويايسلي، ولدي طريقتي وخبرتي، وأدعو الجماهير الحضور والاستمتاع لما يشاهدونه في أرض الملعب، وأحتاج لبعض الوقت لتطبيق أفكاري. طبعا أنا هذا الشيء طبيعي، إنه أنت بدك وقت أكيد لحتى تمشي، أو بالأحرى اللاعبين يتعودوا على أفكارك، هذا الشيء أكيد طبيعي. يا شباب انا برايي من هذا السؤال، هلا حاليا نحن ما فينا نعمل شيء نهائيا. هذا المدرب خلص نحن تحت الامر الواقع، هذا مدرب بوسيتش، نحن حنكون حاليا معه لانه هو مدرب الاهلي، ولكن اي خطا مباشره اي خطا رح نطلع نجلد مباشره، ما في مزح نهائيا. طيب شوف لي السؤال وشوف لي الجواب. في سؤال عن إعلان النادي عن التعاقد مع لاعب، شو جاوبون؟ لا أعلم أن النادي أعلن في الموقع الرسمي عن اللاعب الأوكراني، لأني لا أتابع سوشيال ميديا. وغضب الجماهير الجميع لديه الحق لمن يشعر به، ولا أعلم أسباب الغضب الفعلي. لا هو عرفان السبب الفعلي أكيد، بيعرف إنه هذا اللاعب، بيعرف إنه جمهور أهلي بده لاعب محور، جبتوا لنا لاعب ما بنعرف قرعة أبوه منين ومنين جاي وشو عم يلعب، جبتوا لي لاعب رقم 10، فإجباري الغضب الجماهيري حيكون واضح. يعني أنا على فكرة بتعرف شو اللي بيستفزني أنا يا شباب؟ وقت بكون عم نحكي مع حدا أو بنشوف شيء
انت بتعرف انه هذا الزلمه شو عم يحكي، ولكن عم يتغاشم، عامل حاله مو عرفان. هي على فكره حركه مستفزه جدا. على كل حال يعني رح نشوف التصريح اللي بعده وبنرجع بنحكي. أنا هنا للحديث عن المباراة، واللاعب الأوكراني لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولدينا قسم كشافين والعمل قائم على قدم وساق، وسوق الانتقالات مستمر حتى أول أسبوع من سبتمبر، ودعونا نركز على الأسئلة حول المباراة. مثل أنه أخي طلعونا من السيرة، لا تفتحوا لي سيرة اللاعب الأوكراني، أنا هلأ عم فكر بالمباراة. أي مدرب بالكرة الأرضية لا يحكي نفس الكلام، هذا شيء طبيعي. الأسئلة الصحفيين لهم الحق يسألوا، والمدرب له الحق يجاوب أو ما يجاوب، هذا الحكي طبعا معروف. ولكن أنا برأيي إنه المدرب عم يتهرب من سؤال آرتين بالذات. هلا المؤتمر الصحفي هو لسه أطول من هيك، في أسئلة تانية، ولكن أنا اخترت الكم سؤال اللي فعلا لازم الوقوف عندهم، وإن شاء الله أكون قدرت أوصل الفكرة اللي ببالي. بصراحة بعض التصريحات سيئة جدا، ما عرف يجاوب صح. هو المشكلة إنه لسه ما واجه جمهور الأهلي. جمهور الأهلي لحد هلا هادي ورايق وعم يتفرج عليه، لسه ما هاج. جمهور الأهلي وقت بيغضب بده يدير باله هذا المدرب، لأنه جمهور الأهلي بيحب ناديه دائما فوق نادي بطولات، وليس مدرب يجي يحكي لي عن لاعب والله أوكراني ما بنعرف قرعة أبوه منين جاي أصلا يعني. على كل حال الله قدم اللي فيه الخير. وقبل نهاية المؤتمر الصحفي قال بتشكر كل اللي رحب فيني، وتشكر الجمهور الأهلي، وهالحكي هذا اللي دائما بيطلع أي مدرب يحكيه يعني. وبعد ما خلصت من حكي المؤتمر الصحفي، في شيء صار غريب وعجيب ملفت للنظر. الشيء اللي صار انه حساب الاهلي الرسمي نشر المؤتمر الصحفي على صفحته الرسمية، ولكن اجا وحذف اغلب تعليقات المتابعين، لانه شافوا الغضب كبير وهائل، فتم حذف تم حذف اغلب التعليقات. هذا الخبر مصدر موثوق 100%. بعد ما خلصت الكلام مع المؤتمر الصحفي يا شباب وتعليقي له، طلع سامي القاضي بشغله رح احط لك اياها هلا ونقراها انا وياك بتمعن. سامي القاضي طلع بتغريده عم يقول فيها، يعني كاتب فوق براس التغريده كلمه معلومه، وتحت منها كتب التغريده التاليه: روي بيدرو في مفاوضاته مع رديف بعد يومين من استقاله ماتياس يايسلي شرح للاعب المراكز الذي يبغاه يلعب فيها، وعند سؤاله عن رأي المدرب قال له أنا متفق معه عليها، وكاتب تحت المفروض نقتنع أن هذا هو المدرب. يعني عبد الله رديف عم يحكي مع روي بيدرو عم يقول له شو بدك تلعب، للعبك هون ما لعبك هون كذا. اجا رديف قال له شو المدرب، قال له متفقين نحن والمدرب عليها، معناتها على الحالة كأنه هو مدرب تاني. هلا هي الشغله بتورجيك انه فعلا روي بيدرو عم يتدخل بكل شيء بهذا النادي، حتى بالامور الفنيه. انت يا روي بيدرو مدير رياضي، على اساس انت مدير رياضي، هيك نحن يعني حسب هيك المسمى تبعك، شو دخلك بالحاله الفنيه؟ انت عم تحكي مع رديف، شو لك علاقه وين بده يلعب؟ احتياطي ولا راس حربه ولا خلف المهاجم ولا مهاجم تاني ولا مهاجم جناح؟ انت شو لك علاقه عم تحكي يعني؟ هذا الشيء بيأكد، وكل يوم والتاني عم يطلع اخبار عن روي بيدرو، عم يأكد قديش هذا الزلمه ايده طويله كتير بالنادي، وعم يخبص بالنادي تخبيص عجبه. وصلت معه الامور لانه يتدخل بالامور الفنيه واللاعبين. لا حول ولا قوه الا بالله، والله يقدم الخير للنادي الاهلي. هذا كل شيء معي اليوم، نلتقي على خير والسلام عليكم.